يا صباح الجمال، يا صباح الطعام على عيونكم، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بوصفه لحمه حلوه قوي. طبعا اللحمه ليها مليون الف وصفه، ودي وصفه من وصفاتها. كباب الحله هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا للناس اللي هي بتقول مش بنعرف نعملها او صعبه. سهله، ما فيهاش اي حاجه خالص. خطوات بسيطه هتطلع معاكي بالعظمه دي كلها. زي ما انتم شايفين بقى كده بتتكلم عن نفسها، نزين بقى اللحمه مع انها مش محتاجه اي حاجه، بس طبعا العين بتاكل قبل البق. انا عندي هنا لحمه، ده كيلو من اللحمه. انا مقطعه التقطيعه الصغيره دي عشان انا كنت مستعجله. انت بقى لو عندك ضيف او حابه تقطعيها تقطيعه كبيره هتاخد معاكي شويه يعني وقت في السوا. انا طبعا زي ما قلت لكم مستعجله فقطعتها كده. عندي هنا معلقه سكر، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه جوز الطيب. عندي راس توم كامله عشان ده كيلو من اللحمه. لازم يبقى فيها نسبة دهن كده بتدي طعم حلو قوي. سخنت الحلة بتاعتي او اي حاجة انا هعمل فيها كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده بدي اللحمة بتاعتي صدمة، تنزل العصارة بتاعتها من الجنبين او من كل حتة فيها. هديها كده تقليبة وانزل ببقية الكمية برضه اديها صدمة كده حلوة. ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا اللحمة من الوصفات اللي كلنا بنحبها، فليها مليون طريقة وطريقة. هنزل بقى بباقي الكمية اديها بقى صدمة حلوة كده، تنزل العصارة بتاعتها. ونشوف هنعمل ايه. التتبيلة بتاعتها بسيطة جدا، الوصفة سهلة جدا جدا. وبجد أنا من عشاق اللحمة دي، يعني النوع ده بالذات أنا بحبه. هنزل بقى هنا بالثوم، بالفلفل الأسود، بمعلقة السكر، بنص معلقة جوز الطيب. وهتقولي لي هنا حطيتي ليه رشا معلقة سكر؟ عشان أكرمل لكم اللحمة وتطلع بالطعم باللون اللي انتوا شفتوه ده. طالعة طبعا شكلها مكرمل ولونها تحفة، لونها كده بني غامق حلوة. وهنا حطيت بقى معلقة خل عشان تسرع معايا في التسوية. اديت كل الحاجات الحلوة دي تقليبة وعلى نار عالية لمدة 5 دقايق أو 7 دقايق. وبعد كده هوطي النار بتاعتي على أعلى درجة خالص في الوطيان، واسيب اللحمة تاخد بقى من ساعة، ساعة وربع، حسب نوع اللحمة وحجمها. زي ما انتم شايفين انا بقول لكم انا ما حطيتش نقطة مية خالص. المية اللي نازلة دي بتاعت اللحمة، مية اللحمة هتسوي نفسها بنفسها. ده تقريبا كده بعد ساعة وربع خلصت معايا. بصوا بقول لكم معلقة السكر كرملت لي اللحمة. وعايزة اقول لكم ريحتها جايبة اخر الدنيا، طلعت معايا بالعظمة دي كلها. عايزة بقى تقدميها مع رز بشعرية، عايزة تقدميها مع رز ابيض، عايزة تقدميها مع مكرونة. انا عملتها مع بطاطس محمرة وشوية سلطات. بصي يعني اللي انت عايزة تقدميه بأي طريقة، انا عملت لك الفكرة وانت بقى حطي معاها كده اي حاجة. هنا بقى اخر حاجة زي ما احنا عارفين بنحط الملح بتاعنا. كده خلصت معايا. هاسيبها دقيقة بس تاخد من طعم الملح. ونيجي بقى كده نقدمها. وبما انها بقى كده لونها تحفة وجميل، حبيت اكسرها كده بحاجة تكون لونها مختلف. فما كانش عندي اي خضرة، قطعت فلفل احمر واخضر واديتها كده شكل حلو. زي ما احنا عارفين يعني بتاكل قبل البق، وهي اصلا مش محتاجة تتزين. والله العظيم بجد هتعجبكم قوي الوصفة دي. وسهلة، ما خدتش مني اي حاجة. اللي انا عملته كله كده مرة واحدة، وطيت عليها النار سبتها مع نفسها. طلعت معايا بالحلاوة دي كلها. يا رب كده الوصفة تكون عجبتكم. وعايزة اقول لكم طالعة زبدة مزبدة يا جماعة. غيروا في الاكل بجد، يعني الواحد بيبقى محتاج ان هو يغير. يا رب الوصفة تعجبكم. كنت معكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.